عرف موسى رسالته وعرف هو هيعمل ايه بالظبط، وراح لفرعون وقابله وقال له: يا فرعون، أرسل معنا بني إسرائيل، إحنا مش عايزينك لا تآمن ولا عايزينك تؤمن بربنا ولا عايزين أي حاجة خالص، إحنا كل اللي عايزينه بس منك ابعت معانا بني إسرائيل وما تأذيهمش وبلاش تضطهدهم. فأتيا فرعون فقولا له: إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. يا ترى فرعون هيقول لهم إيه وإيه اللي هيحصل؟ خلينا نبدأ واحد من أهم الأجزاء في قصة نبي الله موسى. يرد فرعون بمنتهى البجاحة ويقول له: يا موسى، مش انت كنت طفل صغير عندنا واحنا اللي مربيينك وصارفين عليك، وكمان كبرت وكمان قتلت واحد مننا وسبتنا وهربت، وجاي دلوقتي تقول لنا ان انت ليك رب وليك اله؟ قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا في عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. ده انت اصلا كفرت بديننا وكفرت بمبادئنا. قال له: مين ربك ده يا موسى؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ إيه اللي حصل زمان؟ يعني ربك كان فين من اللي حصل زمان؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ربي ما بينساش وعمره ما يضل. موسى يقول له: ده أنا كمان مش جاي لك بس كده، ده أنا معايا بينة ومعايا دليل على النبوة بتاعتي وعلى رسالتي ليك من ربنا. خد بالك لحد دلوقتي سيدنا موسى ملتزم بالقول اللين، قل له قولا لينا. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. يعني لو أنت صادق ورينا الآية بتاعتك دي. فسيدنا موسى يرمي العصا بتاعه فتتحول لثعبان مبين كبير جدا قدام فرعون، ويحط ايده في جيبه تخرج بيضاء للناظرين. يآمن فرعون؟ ما ينفعش. قال له: ايه السحر اللي انت بتعمله ده؟ انت جاي بسحر انت واخوك عشان تاخدوا مننا قومنا وتاخدوا ارضنا؟ ده احنا هنجيب سحر اكبر من السحر اللي انت بتعمله. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ إحنا بقى هنجيب لك سحر أعظم من السحر ده. وفرعون قال: اجمعوا لي كل السحرة وأكبر السحرة عشان نتقابل إحنا وموسى قدام الدنيا كلها ونكشف كذبه. وده الهدف اللي كان سيدنا موسى بيسحف فرعون عليه. فقال له: يا موسى، حدد يوم نتقابل على رؤوس الأشهاد ونتقابل والناس كلها موجودة. يختار سيدنا موسى يوم من أعظم الأيام، عطلة رسمية، يوم اسمه يوم الزينة، إن كل البشر وكل أهل مصر يكونوا موجودين فيه. في المصادر قدر الرقم اللي كان حاضر بعشرات الآلاف وبمئات الآلاف، ناس كتيرة جدا. قال: موعدكم يوم الزينة. خلاص احنا هنتقابل يوم اسمه يوم الزينة. وأن يحشر الناس ضحى، يعني كمان بالنهار، عشان يبقى ايه؟ الدنيا نور وكله باين، ويتفضح فرعون ويوصل سيدنا موسى رسالته لكل الناس ويثبت نبوته. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وسحرة فرعون عايزين حماس، عايزين شجاعة، عايزين مكافأة، لأنهم خلاص اجتمعوا واتفقوا على يوم الزينة وخلاص رايحين. فيقولوا لفرعون إيه؟ أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. ده أنتوا لما هتكسبوا موسى وأخوه هتكونوا من أقرب الناس ليه. اجتمعوا يوم الزينة خلاص قبل ما تبدأ المنافسة وقبل ما كل واحد يقدم اللي عنده. سيدنا موسى ينصحهم ويحذرهم ويقول لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. بلاش تفتروا على ربنا الكذب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأصروا النجوى. ابتدوا يتكلموا كده بصوت واطي ما بينهم وما بين بعض. قالوا: دول 2 سحرة عايزين يخرجوكم من أرضكم بالسحر بتاعهم ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. اللي هيفلح اليوم وهيكسب هو اللي هيبقى للرفعة. فبيسألوه: يا موسى، تلقي ولا نلقي احنا؟ قال: بل ألقوا. ودي فيها درس مهم جدا في البزنس هنتكلم فيه في الآخر يعني. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل مش حقيقي، ده خيال، إليه من سحرهم أنها تسعى. تخيل عشرات السحرة، بل ممكن مقدر بمئات السحرة، رموا العصي بتاعتهم والحبال بتاعتهم تحولت لأفعى. فتخيل مئات السحرة يرموا الحبال والعصي اللي معاهم، فالأرض تتحول لمجموعة من الأفاعي كبيرة جدا. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف. قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. اوعى تخاف، ده ربنا معاك. وألقي ما في يمينك، ارمي العصاية بتاعتك يا موسى، ما تخافش، ده أنت متدرب عليها كويس جدا. ما ربنا لما قابله على جبل الطور واداله الرسالة دربه كويس جدا على العصاية ممكن تعمل إيه. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تخيل مئات الأفاعي يرمي سيدنا موسى أفعى كبيرة تطلع حقيقية مش سحر، تاكل كل الأفاعي. مين اللي يكتشف نبوة موسى وهارون؟
السحرة، لأنهم أهل سحر ويعرفوا يفرقوا ما بين السحر والحقيقة. أول ما شافوا السحرة كده ما كدبوش خبر، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الموضوع انتهى خلاص. الراجل ده لا نصاب ولا ساحر ولا دجال، ده نبي حقيقي وما بيهرجش ومعاه إله قوي جدا. واحنا لو ضيعنا الفرصة دي مننا هنروح في 60 دقيقة وفرعون هيبهدلنا. فرعون في جبروته يقول لهم ايه؟ شوف النرجسية، يعني انا بتوقع ان فرعون ده هو الكرييتر بتاع النرجسية، هو خالق الايجو. يعني فرعون جه وجاب الايجو معاه للدنيا كلها. ففرعون بجبروته وبالنرجسية بتاعته بالايجو بتاعه يقول لهم آمنتم له قبل ان آذن لكم؟ انا اديتكم الاذن ان انتوا تؤمنوا. يعني انت يا فرعون ما عندكش مشكلة ان هم يؤمنوا وعندك مشكلة ان هم ما استأذنوش منك؟ فلازم حجة قوية عشان يثبت كلامه، عشان يثبت ان هو قوي. قال انه لكبيركم الذي علمكم السحر. بس خلاص ده اتفاق انتوا عاملينه مع الكبير بتاعكم. انا بقى هقطع ايديكم ورجليكم وهبهدلكم، هوريكم العذاب اللي عمركم ما شفتوه. فلو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. مين اللي عذابه قوي ومين اللي هيبقى. شوف سبحان الله، لما الانسان يتحول من قمة الكفر لقمة الايمان في لحظات. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، اعمل اللي انت عايزه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. خلاص احنا رجعنا لربنا وتأكدنا من رب موسى وعايزين ربنا يسامحنا على اللي احنا عملناه السنين اللي فاتت والفترة اللي فاتت دي. والله خير وأبقى. وبالفعل يقال في المصادر التاريخية ان فرعون فعلا قطع رجليهم وايديهم وبهدلهم يعني. ولكن الايمان الحق، المؤمن الصح الحق، ما بيفرقش معاه الجسد ولا بيفرق معاه الاشياء دي كلها، لانه فهم وخلاص وعرف ان هي لحظه حياه هيعيشها 60 70 100 سنه، ولكن قصادها ملايين بل مليارات، بل حياه لا تنتهي. فاعمل اللي انت عايزه. يسكت فرعون، جات له البينات، وبعد المشهد ده ناس كتير جدا من آل فرعون امنوا بموسى. اهتز فرعون واهتز عرشه قصاد الدنيا كلها. يسكت. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ أنت هتسيبهم يفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ويسيبوك ويسيبوا الآلهة بتاعتك؟ أنت هتعديها كده بالسهل يا عم فرعون ولا إيه؟ لا، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هم نسوا نفسهم ولا إيه؟ ده احنا هنوريهم من العذاب أصناف وألوان. هنا يظهر راجل مهم جدا قصته ومهم جدا حكايته، راجل من آل فرعون كاتم إيمان، مؤمن بموسى من فترة ومؤمن ببني إسرائيل بس كاتم إيمان. فهنا جه الوقت اللي يتكلم فيه بعد ما شاف كل اللي حصل ده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ انتوا عايزين تقتلوا موسى وقومه والراجل جاي لكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كاذبا فعليه كذبه. يعني الراجل ده لو كذاب خلاص هو عليه الكذب بتاعه. وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. خدوا بالكم، لو طلع صادق هتتبهدلوا هتتعذبوا أشد العذاب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اللي انتوا بتعملوه ده بعد كل البينات وبعد كل اللي شفتوه ده، اتبعوني. فرعون هيوديكم في داهية. يرد فرعون ويقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وصل لمرحلة نرجسية ومرحلة جنان العظمة مفيش مخلوق على وجه الأرض قدر يوصل لها، وفرعون مؤسسها ومنشئها. الراجل يحذرهم للمرة الأخيرة. وهنا لازم نفهم إن ربط الأحداث، لازم نفهم إن قصة موسى مرتبطة بنوح، مرتبطة بآدم، مرتبطة بكل الأنبياء. ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح. قوم نوح اتحزبوا عملوا أحزاب، وقوم هود وقوم ثمود، واحنا عارفين قصصهم كويس جدا، وانتوا عارفين، ويا فرعون انت عارف، ويا قوم فرعون انتوا عارفين حصل فيهم ايه. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ربنا مش عايز يظلم حد. احترموا نفسكم وامنوا. هيحصل لكم زي اللي حصل لنوح، تغرقوا او صيحة او رجفة زي اللي حصل لعاد وثمود واللي بعديهم كمان اللي احنا عارفينهم. ولكن تقول لي مين؟ مفيش حد بيسمع الكلام للأسف. حاولوا يقتلوه وحاولوا ان هم يعذبوه، ولكن ربنا نجى الراجل اللي كتم إيمانه من آل فرعون، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
في الوقت ده ابتدى العذاب يشتد على فرعون وقومه، وابتدوا يشوفوا اشد انواع العذاب، ومش عايزين يامنوا برضه، وما زالوا عمالين يقتلوا في بني اسرائيل ويستحيوا نساءهم. ربنا يبعت لآل فرعون طوفان، امطار غزيره جدا تبوظ المحاصيل بتاعته، وحشره اسمها الامل تصيب النساء والرجال، ونهر النيل يتحول لدم، والضفادع تملى بيوتهم، والجراد ياكل محاصيلهم كلها. وللاسف مصممين ومتجبرين على فعلهم. هنا يجي الامر الالهي لسيدنا موسى والذين آمنوا معه إن لازم تسيبوا مصر ولازم تمشوا، لأن خلاص الراجل ده حق عليه العذاب. الراجل ده لم يؤمن ومش عايز يؤمن تماما. وهنا تبتدي مرحلة جديدة في قصة نبي الله موسى، وهي الخروج من مصر. ولحد هنا لازم ناخد بالنا من مجموعة دروس مهمة جدا، أنا واثق إن حضرتك أدركتها، دروس في الحياة ودروس في البيزنس ودروس في ريادة الأعمال. أول درس قصة سيدنا موسى وفرعون يعلمها لنا إن أرجوك اوعى تتكبر، اوعى تصر على الخطأ مهما شفت من البينات، لانك لو عملت كده هيجي لك العذاب. اوقات نكون ماشيين في طرق في شغلنا بتخسرنا، شغلانه مش عارفين نعيش منها وبعدنا عن ربنا، او مشروع عمال يستنفذ طاقتنا، او ناس عماله تاذينا واحنا مصممين نكمل معاهم. لازم ندرك البينات ولازم ندرك الرسائل كويس جدا. لازم نكون زي سحرة فرعون في الايمان. تاني حاجة، مهما فشلنا ومهما كانت الدنيا صعبة علينا، سحرة فرعون يعلمونا في لحظة الإنسان من أقصى اليمين لأقصى اليسار، في لحظة الإنسان بينقلب من الكفر للإيمان. مهما حصل ومهما فشلت ومهما حصل لك في حياتك ومهما كنت ظالم أو مؤذي أو مضر، شفت البينات خلاص آمن. ولازم إيمانك ده لازم يحصل لك فتنة، ولازم تشوف شوية تحديات عشان فعلا إيمانك ده يكون سليم وصحيح. لأن بالفعل فرعون وعد السحرة وقال لهم لو أمنتوا هقطع إيديكم ورجليكم، ولكن ما همهمش، قالوا له اعمل اللي انت عايزه، احنا امنا بربنا خلاص. فمهما كنت فاشل ومهما كانت حياتك سودة ومهما كانت الدنيا مسودة معاك وشفت البينات، آمن بمنتهى القوة اللي في الدنيا وابدأ بداية جديدة. لما سيدنا موسى قالوا له نرمي الحاجة اللي في ايدينا ولا ترمي انت الاول، قال لهم ارموا انتوا. دي تعلمك في البيزنس حاجة مهمة جدا، حاول دايما تخلي المنافس بتاعك ينزل بكل ورقه الاول عشان انت تتعلم منه وتعرف الورق اللي معاك اقوى ولا لا. في المفاوضات حاول تكون انت اخر واحد بتتكلم، لما اللي قدامك يتكلم الاول اتكلم انت. لو عندك برزنتيشن بتعملها او بتعرضها حاول تاخر نفسك للاخر. كل ما اخرت كل ما كانت الحجه بتاعتك اقوى، وكل ما استفدت اكتر من اللي قاله اللي قدامك، لانك هيبقى عندك وقت تغير او تعدل. مهما كتمت الشيء الجيد او الشيء الكويس لازم وقت تتكلم. الكتمان ما ينفعش يستمر مدة كبيرة، لازم تتكلم، لازم تطلع تعلن عن نفسك، لازم تطلع تقول للناس عن مشروعك أو عن الشغل بتاعك أو عن المهارات بتاعتك، لازم تتكلم. الرجل اللي من آل فرعون اللي بيكتم إيمانه ده جه وقته كان لازم يتكلم، لما شاف الناس كلها وشاف الافتراء اللي بيحصل على سيدنا موسى كان لازم يتكلم. محتاج تتكلم، تنصر حد، صديق، بلد، عزيز، لو في ظلم قدامك لازم تتكلم، ما تسكتش، لأنك هتكون محاسب لو عرفت وما اتكلمتش. وأما بنعمة ربك فحدث، ومفيش نعمة أكبر من نعمة الإيمان إن أنت تحدث بيها. فحاول تتكلم دايما، لو شفت فيه ظلم ما تسكتش وما تكتمش شهادتك. آخر حاجة، اوعى تفقد ثباتك الانفعالي. سيدنا موسى مع كل الضغوط ومع كل الظلم اللي بيحصل من فرعون ما فقدش ثباته الانفعالي، ما قالش كلام مش محسوب، او ما قالش الفرعون مع كل ده كلام شديد او عنيف زي ما فرعون كان بيقول. كان راجل ثابت. فاللي عنده ادوات وعنده قوه بجد ما بيطلعش يتكلم وخلاص، ما بيطلعش يجيب في سيره الناس زي ما بنشوف دلوقتي. زي ما نشوف ان انت لما تنجح او تشوف حد ناجح فيطلع حد يقعد يتكلم عليه كلام مش محسوب عشان مش قادر يوصل اللي هو بيوصل. سيدنا موسى وهارون عندهم ثبات انفعالي، اوجس في نفسه خيفه، ولكن ثق تمام الثقه انك طول ما انت بتعمل شيء صح في خدمتك او في مشروعك او في وظيفتك واخد بالك من شغلك بما يرضي الله، هتلاقي ناس هتفتري عليك، هتلاقي ناس هتقول عليك كذاب، هتلاقي ناس هتقول عليك انت ما بتفهمش حاجه. لا تخف انك انت الاعلى، لان انا بعتبر ان عصا موسى دي هي المهارات والادوات اللي ربنا مديها لنا عشان خاطر نستخدمها صح في مرضات الله وفي الحاجات اللي ترضيه. فمهما حصل ومهما شفت من منتقدين او ما يقال عليهم اخصام او ناس تنتقدك وتقول لك انت ما بتفهمش، انت اثبت وتأكد ان ربنا معاك طول ما انت بتعمل الشيء السليم الصحيح اللي ربك طالبه منك. المرحلة الجاية مرحلة خطرة جدا من قصة سيدنا موسى، مرحلة الخروج من مصر، مرحلة تأسيس الدولة، مرحلة تأسيس أول شريعة، مرحلة استلام أول كتاب سماوي
من السماء للأرض. لحد هنا المرحلة دي انتهت، ولكن رسائلها لينا مش هتخلص. أنا قدرت على قد ما أقدر أبسطها لك وأوضحها لك وأقول لك الرسائل اللي أنا اتعلمتها بعد البحث والمراجعة، وأنا واثق إن عندك رسائل كان نفسك إن أنا أقولها أنا ما قلتهاش. من فضلك اكتبها وشاركنا النفع، وقول لي إيه أكتر حاجة أنت استفدتها من قصة النهاردة أو من حكاية النهاردة أو من رحلة النهاردة. إيه أكتر حاجة أثرت فيك، وإيه أكتر قرار خدته بعد ما شفت الحلقة دي. ولو في حد عزيز عليك فعلا بعد ما تكون أنت استفدت، حاول تبعت له الكلام ده او تبعت له الفيديو ده، وحاول برضو تنشره للمجتمع بحيث نساعد ان المجتمع يفهم اكتر عن رسل ربنا سبحانه وتعالى من الجانب الايماني وكمان من الجانب العملي. لان اكيد الرسل مش جايين يعلمونا ايمان بس، يعلمونا ايمان وعمل. لان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. عشان الجنة تخشها في الدنيا وفي الآخرة لازم إيمان ولازم عمل. ولو لحد دلوقتي لسه ما عملتش اشتراك أو ما عملتش متابعة، يعني اعمل سبسكرايب واشترك في القناة واعمل متابعة عشان الفيديوهات الجاية تظهر لك بشكل أسرع بإذن الله. واستنوني في رحلة جديدة وفي تكملة واحدة من أعظم القصص، قصة نبي الله موسى كليم الله عليه السلام. كنت معاكم محمود حسن، الأنبياء والبزنس. سلام.